جوزي نام في الأوضة التانية وأنا في حضن صاحبي. إزاي وصلت للوضع ده؟ وإزاي بخونه دلوقتي؟ صاحبة القصة بتقول: أنا عندي 30 سنة، اتجوزت وأنا عندي 24 سنة، بعد خطوبة دامت حوالي سنة كاملة. جوزي حسام كان شاب عادي، ملوش في التدخين ولا قعدة القهوة، وكان شغال موظف في شركة خاصة ودخله الحمد لله كويس ومستقل، وأهله ناس محترمين جدا. وجوازي كان عادي جدا، ما كانش فيه أي قصة حب، لأن معرفتي دي كانت عن طريق بابا، وهو يبقى ابن صاحب بابا في الشغل. كان مجرد جواز عادي، وقلت أهي جوازة والسلام، خصوصاً إن اللي أنا كنت بحبه للأسف بابا رفضه. وأهلي كان شايفين إن حسام ده عريس لقطة، شاب محترم وعنده وظيفة كويسة وابن ناس ومتدين، وكان بيظهر قدامهم بصورة الراجل اللي كنت كل بنت تتمناه، خصوصاً إنه كان دايماً في فترة الخطوبة لما كان بيجي يزورنا كان بيجيب لنا حاجات كتير وهو جاهز، وكان باين عليه الكرم جدا. وأنا بصراحة كنت متربية على فكرة إن الراجل أهم حاجة فيه يكون كريم ومحترم وبيخاف ربنا، وإن الحب ده يجي بعد الجواز، وإن الست الشاطرة هي اللي تقدر تكسب قلب جوزها. ومع الوقت حسام بطبعه كان هادي جدا، وقال الكلام يعني مش من النوع الرومانسي اللي يعرف يقول كلام حلو ولا حد يكتب رسالة حب ليا، بس كنت فاكرة إن دي كلها حاجات بسيطة، وإنه أنا هعرف أتعايش معاها. كنت دايما بقول لنفسي إن الحب مش كلام، الحب أفعال، وهو راجل محترم وهيبقى راجل البيت، وده اللي يهمني. وبالفعل اتجوزنا وسبت بيت أهلي وبدأت حياتي الجديدة في شقة صغيرة. وفترة الجواز الأولى كانت هادية جدا، يمكن إنه ده يعني أهدى من ما فيهاش أي لحظات رومانسية، وبصراحة كنت متضايقة جدا من الوضع ده. ومع الوقت بدأت أحس إن في حاجة ناقصة. الحياة ماشية زي ما هي، والأيام بتعدي، نفس الروتين البالي، نفس الإهمال، ونفس الوحدة اللي أنا كنت حساها، وأنا عايشة وأنا مع حسام تحت سقف واحد. كنت خلاص بقى سلمت بالأمر الواقع، وقلت لنفسي إن هو ده نصيبي ولازم أرضى بيه، لحد ما حصلت المصيبة الكبيرة. كان يوم 3، أنا فاكرة اليوم ده كويس قوي، لأنه كان أصعب يوم مر عليا في حياتي. وحسام كان راجع من الشغل زي كل يوم، بس المرة دي مرجعش، اتأخر عنه، والموبايل بتاعه اتصلت بيه أديني مقفول. حاولت اتصل بيه كتير قوي، لكن للأسف ما لقيتش فايدة، التليفون فضل مقفول زي ما هو. بدأت إن أنا أقلق عليه، وأنا أصلاً مش متعودة أقلق عليه، لكن اللي زود خوفي إن الوقت اتأخر جدا، الدنيا ليلت ولسه مفيش أي خبر عنه. قلت أكيد خرج ولا حاجة والتليفون فصل منه. بعد حوالي ساعة لقيت تليفوني بيرن، وببص لقيته رقم غريب، فقلت قلب، قولوا مين معايا؟ قال لي أنت حضرتك مرات الأستاذ حسام؟ قلت له حضرتك مين؟ قال لي جوزك اتعمل حادثة، هو دلوقتي في المستشفى. أنا أول ما سمعت كده الدنيا اتوردت في وشي، وحسيت إن روحي بتتسحب مني، الحروف كانت بتطلع مني بالعافية، مش قادرة أتكلم. قلت له طيب هو كويس ولا إيه اللي حصل؟ طمني. لكن اللي بيكلمني قال لي بس تعالي المستشفى بسرعة، واداني عنوان المستشفى، وقفلت معاه ولبست بسرعة وخدت تاكسي للمستشفى، ودموعي كانت بتنزل لوحدها. كنت خايفة ألاقيها على سرير العمليات أو في غيبوبة. دخلت المستشفى وجريت ناحية الاستقبال، وأنا ببص وبدور هو فين. حسام جوزي راح فين؟ الممرضة شاورت لي على أوضة في آخر طرقة، جريت عليها وأنا مش قادرة استوعب أي حاجة لحد ما فتحت الباب. وهنا كانت الصدمة، حسام كان نايم على السرير، ووشه كله كان مطام، وجسمه كان مليان جروح، بس الصدمة الأكبر كانت رجله كانت كلها متكبسة، والدكتور كان واقف جنبه. أول ما بصيت له قال لي هو أنتي مراته؟ قلت له قال لي طيب أستأذنك بس نخرج نتكلم برا. أول ما خرجنا برا مرة قلت له اتفضل يا دكتور، طيب قولي وطمني هو كويس؟ قال لي بصي بصراحة الحادثة كانت خطيرة جدا، والعربية خبطته جامد، وهو دلوقتي عنده كسر مضاعف في رجله، بالإضافة لضرر في العمود الفقري، وده للأسف هيأثر على الحركة بتاعته. قلت له هيأثر على الحركة بتاعته إزاي يعني مش فاهمة؟ قال لي جوزك مش هيقدر يمشي زي الأولاني، حتى لو اتحسن هيحتاج فترة طويلة جدا في العلاج الطبيعي، وفي احتمال إنه ما يقدرش يرجع لطبيعته تاني. أول ما قال لي كده أنا حسيت إن رجليا بتترعش والدنيا بقت ظلمة قدامي. حسام خرج من المستشفى بعد أسابيع، لكن رجع راجل جسمه بقى ضعيف جدا، مش قادر يتحرك كويس، وبيعتمد عليا في كل حاجة. بقى شخص مختلف تماما عن كل اللي أعرفه. بقيت أنا اللي بعمل كل حاجة، بساعده يدخل الحمام، بلبسه هدومه، يعني بكيله بإيدي، بشيله لما بيقع. بقيت الممرضة بتاعته أكتر من إن أنا مراته. مع حالته الصحية بقى اللي عمالة تتدهور دي، بقى عصبي جدا، وبقى بيزعق لي طول الوقت. كان بيحس بالإهانة لما باجي أساعده، بس في نفس الوقت ما يقدرش يستغنى عني. أنا اتحولت من جوزة محتاجة حب واهتمام لممرضة بتخدم راجل مش طايق نفسه، مش طايق حياته. أنا ست وعندي مشاعر، عندي احتياجات كتير، عايزة أحس إن أنا أنثى، ومحدش ولا شايف ولا حاسس ده.
كنت حاسة إن أنا ميت بالحياة، متجمدة. الوحدة كانت بتاكلني من جوه، والروتين بتاع كل يوم كان بيدمرني لحد ما ظهر صاحبه. الحياة مع حسام كانت صعبة قوي بعد الحادثة، كانت كابوس بمعنى الكلمة. أنا مش ببالغ لما أقول إني كنت بعيش في سجن، بس الفرق إن أنا مش بس سجينة، أنا كنت سجان كمان. حسام بقى إنسان تاني، فقد رجولته قدامه، بقى شخص محطم وعصبي متجبر على عجزه ومش شايف غير نفسه بس. أنا كنت شغالة خدامة بمعنى الكلمة، شغالة ممرضة وشغالة أي حاجة غير إن أنا إنسانة وليها مشاعر. البيت كان كئيب جدا، والحياة بقت كلها أوامر ونرفزة وزعيق، وكان حسام عاوز يخليني أعاني زيه بالظبط. كنت بشتاق لأي كلمة حلوة، لأي لمسة حنينة، لأي حد يبص لي كست مش كمسؤول عن راجل مشلول. كنت ببكي وتقول أنا غلطانة. هو أنا ذنبي إيه إن أنا لو مكانه هتصرف إزاي؟ إزاي الستات بتستحمل؟ الستات بتضحي، وأنا لازم أكمل وأتحمل. لحد ما ظهر صاحبه هشام. مين هشام وإزاي بدأت كل حاجة؟ هشام كان صاحب حسام من سنين طويلة قوي، وزميله كمان في الشغل، أقرب حد ليه. كان دايما بيجي يزورنا والحادثة. في الأول كنت بشوفه إنسان محترم وبني آدم كويس جيد يطمئن على صاحبه وبيقف جنبه في محنته. كان شكله حلو قوي ودايما مهتم بنفسه، ولسانه حلو قوي وبيعرف يقول الكلام اللي يريح أي واحدة. في الأول كان كلامه عادي، مجرد مجاملات بسيطة يعني. كان بيقعد بيقول لي انتي ست عظيمة قوي، شايلة مسؤولية كبيرة، مش أي واحدة تعمل اللي بتعمليه ده، وإن حسام محظوظ بيكي قوي، وأي راجل في مكانه كان يتمنى واحدة زيك. الكلام ده عادي يعني، مفهوش أي حاجة غلط. لكن مع مرور الوقت بقيت بستنى كلامه ده، بقيت بحس إن الشخص الوحيد اللي شايف تعبي، والوحيد اللي مقدر المجهود اللي ببذله، الوحيد اللي بيهتم بيا. وفي يوم كان حسام ميت وأنا قاعد معاه في الصالة، والجو كان هادي جدا، مفيش غير صوت التلفزيون اللي شغال ومحدش بيبص عليه أصلا. فأنا كنت فرحانة إن هو قاعد معايا، وضحكت من فرحتي إن هو قاعد معايا. لقيته بيقول لي انتي بتضحكي؟ استغربت السؤال وقلت له طبعا بضحك، ايه السؤال ده؟ هز راسه كده وقال لي لا بجد، انتي بتضحكي من قلبك، انتي آخر مرة ضحكتي كانت امتى؟ أول ما قال لي كده حسيت بحاجة غريبة قوي، حسيت إن أنا فعلا كنت ناسية الضحك والفرحة. رديت عليه وقلت له والله ما عارفة، الحياة بقت روتين ومحدش عنده وقت للضحك. صد باصص في عينيا كتير وقال لي خسارة، الضحكة لايقة عليا قوي. حسيت إن جسمي كله اتكهرب. أول ما قال لي كده ايه اللي بيحصل وليه قلبي دق كده؟ ليه الكلام ده فيا بالطريقة دي؟ معرفش، وبقيت متوترة جدا وأنا قاعدة معاه. وبعدها بشوية حسام كان صحي ونادى عليا علشان عاوز يشرب، وراح هشام قام ومشي. بعد اليوم ده كل حاجة اتغيرت. هشام ما بقاش مجرد صاحب جوزي اللي بيزورنا، هشام بقى حد بقيت مستنية أشوفه، حد بقيت أحب أتكلم معاه، حد بحس إن هو فاهمني أكتر من أي حد تاني. بقيت مستنية إن هو يجي يزورني على نار، وبقيت يعني أهتم بلبسي أكتر وأهتم بشكلي أكتر، كأني بقيت واحدة تانية. لو حسام نام بدري هشام بيقعد معايا شوية، نقوم نتكلم ونضحك ونحكي سوا، بس طبعا بصوت مش مسموع علشان حسام ما يصحوش وما يحسش بأي حاجة. كلام هشام كان زي المية اللي بتروي عطش الوحدة اللي أنا كنت حاسة بيها. بقيت أبعت له رسائل على الواتساب كل يوم واطمن عليه. ومرة قال لي بقيت أحب أكلمك وبقيت بحس معاكي براحة غريبة. وكان وقتها بقيت أسبوع ما جاش، وسألته ساعتها هتجيلنا إمتى؟ قال لي احتمال أجيلكم بكرة. هشام جه تاني يوم وكان حسام في اليوم ده تعبان جدا. هشام فضل قاعد معاه لحد ما نام، وبعد ما نام كان قاعد قدامه وأنا كمان كنت قاعدة جنبي. أول ما حسام غمض عينه ونام جيت علشان أقوم، لقيت هشام لمس إيدي لمسة صغيرة. حسيت إن أنا اتهزيت وقلبي فضل يدق جامد قوي. بصيت في عينه وابتسمت له، ولقيته بيبص لي بنفس النظرة اللي كنت مستقبلاها، النظرة اللي بتقول إن انتي الواحدة جميلة قوي وأنا عاوزك. وبعدها حصل اللي ما كنتش أتخيله إن هو يحصل. بعد اليوم اللي هشام لمس فيها إيدي حسيت إن حياتي ما بقتش زي الأول خالص. كنت بروح أنام جنب حسام بس مخي مشغول بحاجة تانية خالص، مشغول بكلام هشام وبنظرته وبلمسته، بالإحساس اللي رجع لي كل حاجة كنت فاكراها إني افتقدتها للأبد. كنت بحاول أقنع نفسي إن اللي حصل ده مجرد لحظة ضعف، إنها مش هتتكرر تاني، لكن الحقيقة اللي أنا كنت بستناها تتكرر قبل كده. كنت بشوف هشام ده ضيف جاي يزور جوزي، لكن بعد اللي حصل بقيت بستناه وبقيت بحس إن اليوم ما يجيش فيه يوم ملوش لازمة.
بقيت بهتم بنفسي أكتر، بقيت أصحى قدام المراية قبل ما يجي كتير قوي، بقيت أحط ميك اب، بقيت أغير في هدومي كأني بنت بتجهز نفسها عشان تخرج مع حبيبها. بقيت أول ما بسمع جرس الباب قلبي بيدق جامد قوي، كأني مستنية لحظة كنت بحلم بيها. أنا عارفة إن أنا كنت ماشية في طريق غلط، بس كنت خلاص مش قادرة أرجع. في يوم بعد ما هشام مشي وأنا قاعدة في السرير جنب جوزي اللي نايم ومش حاسس بأي حاجة، لقيت موبايلي رن. جات لي رسالة على الواتس منه وبعت لي فيها: سهرتي النهاردة كانت أحلى من أي يوم، نفسي الوقت يطول معاكي أكتر وأكتر. حسيت بجسمي بيترعش من كلامه، وهنا كانت أول خطوة في خطوات الضياع. نظرات، كلام حلو، لمسات، شوق وحب بيكبر جوه كل واحد فينا. وأنا مش طايقة الوضع اللي أنا فيه مع جوزي خالص، مش طايقة إن أنا أعيش كأني ميتة، مش طايقة وأحس إني محبوسة في المداء، بيت مرض وتعب ومعاناة. نمت جنب جوزي وأنا بعيط، مش قادرة أفهم ليه أنا حاسة بكده. وفي اليوم اللي بعده هشام كلمني وقال لي: أنا جاي أشوف جوزي صاحبي، بس الصراحة نفسي أشوفك أنتي أكتر. قلت له: طيب ما تتأخرش، هستناك. أنا اللي قلت له هستناك، وأنا اللي فتحت له الباب بإيدي. كلمني وهو جاي في الطريق وقلت له: ما ترنش الجرس بتاع باب الشقة، يبقى اتصل بيا وانت واقف قدام الباب وأنا هفتح لك. أول ما وصل رن عليا، رحت فتحت باب الشقة. حسام ما كانش سامع إن أنا فتحت الباب، لأنه باب الشقة بعيد عن الأوضة بتاعته، وهو كان ساعتها بيتفرج على الماتش ومركز فيه. هشام دخل وسلام في أوضته. قعدت مع هشام في الصالة، بس المرة دي كنت لابسة قميص والروب بتاعه، ودي كانت أول مرة هشام يشوفني باللبس ده، والأول مرة أحس إن أنا أنثى مش مجرد مروته. قعدت قدامه وقال لي: حلو قوي ده، وعلى فكرة وحشتيني قوي. وأنا كنت بصراحة مستنية الكلمة دي من زمان جدا. رديت عليه بصوت هادي وقلت له: وانتي كمان وحشتيني قوي. وفجأة راح مقرب إيده من إيدي، وحسيت بإيدي بتلمس إيديه، وبدأت ضربات قلبي بتزيد قوي، وبقيت مسلمة لكل حاجة بيعملها. وراح واقف، وراح شدني من إيدي ووقفني قدامه، وراح صدني في حضنه. مش قادرة أوصف لكم كنت بحسه بإيه في الوقت ده. أنا تمنيت أفضل عمري كله في حضنه. حبيت كل حاجة بيعملها معايا، وحسيت إني برجع للحياة من تاني، وهو بيعمل كل حاجة، وأنا واقفة مش قادرة أعمل أي حاجة من اللخبطة والسعادة اللي كنت فيها. لحد ما دخلنا أوضة بعيدة تانية بعيد عن أوضة حسام علشان ما يسمعش أي حاجة، وحصل بيني أنا وهشام كل حاجة ممكن تتخيلوها. بعد اللي حصل قعدنا ساكتين شوية، مفيش حد فينا قادر يتكلم. كنت حاسة بحاجة غريبة، حاسة إني ارتحت ومبسوطة، وفي نفس الوقت حاسة بالذنب. أنا كنت حاسة أول مرة من سنين أكون مبسوطة وسعيدة قوي كده، لكن في نفس الوقت ضميري كان بينبهني قوي، وما بقتش عارفة أعمل إيه. حسام نزل من عندي اليوم ده بعد ما خلصنا، بقى يجيلي كل فترة، والموضوع بقى بنا عادي جدا، وأنا كمان اللي بقيت أستناه. جوزي صعبان عليا جدا، بس أنا هعمل إيه؟ نفسي حد يحط نفسه مكاني في الظروف دي ويقول لي أتصرف إزاي. دي كانت رسالة اتبعتت لنا على صفحة الفيسبوك. لو عندك أي نصيحة ليها اكتب لها في التعليقات، وهي هتشوف التعليقات بتاعتكم. ولو عندكم أي مشكلة أو أي قصة ومحتاجين تعرفوا آراء الناس فيها ابعتوا لنا، وأنا هعرضها هنا على القناة. أسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.